ما تخلوش حد يقعد يشتغلكوا ياخدكوا في الملف ويقول لكم تعالوا واوديك واجيبك واحولك واعملك وانا طبيعي وانا مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه، وهو مش طبيعي ولا اي حاجه. واي حد بيفهم ببساطه في التمرين او الفتنس او الرياضه او اي حاجه من دي بيبقى عارف ببساطه البني ادم ده مش طبيعي. بس طبعا الناس العاديه القصه دي بالنسبه لها مش مفهومه قوي. وبرضو الناس العاديه عندهم اعتقاد كده غريب انه اي حد كوتش او اي حد بيتمرن بقاله كتير المفروض يكون عنده نسبة دهون 10% طول السنة او اقل، ويكون عنده عضلات صخرية وعضلات كبيرة جدا انتوا جبتوا منين الفكرة دي يا جماعة؟ يا جماعة اي بني ادم طبيعي ليه ليميت، وما تسمعش لاي حد بيقول غير كده، كذاب. اي بني ادم طبيعي ليه ليميت ما يقدرش يعديه، يقدر يوصل لاقصى حاجة هو يوصل لها اللي هي برضو اقل من المنشطات بكتير جدا.